استني، لو فاكره ان الكبسه عباره عن رز كده بسمتي وخلاص، يبقى انت ما اكلتيش قبل كده كبسه سعودي على اصولها. النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنعمل الكبسه السعودي على اصولها، وسر الطعم كده اللي بيخلي الريحه تقلب البيت. بجد شايفين؟ بصوا اللحمه مستويه ازاي، هي سخنه جدا فانا عشان كده مش عارفه امسكها. مستويه جدا جدا. الرز بقى واخد من اللحمه وكده، بصراحه تحفه. الكبسه لو ظبطت معاكي هتبقى يعني ايه، متشربه باللحمه كده. تمام، يلا نبدا مع بعض ونشوف الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هنجيب اللحمه بتاعتنا، هتجيبيها من الموز او من السن. تجيبي اللحمه بتاعت الكبسه تكون من الموز او من السن عشان تستوي وتدوب معاكي كده ذوبان. ماشي، هنجيب بقى معلقه سمنه ومعلقه زيت ونبدا نحمر اللحمه في الاول. هنديه على الوشين كده، الوش الاولاني اول ما يحمر اللي انا بقى حطيته ده مش ملح، دي مستكه بتجيبيها من عند العطار، بتقولي عايزه مستكه. المستكه دي اما بتتحط مع اللحمه وهي بتحمر بتغير، يعني بتغير ريحتها خالص. بجد الريحه فظيعه، كفايه الريحه بتاعتها تحسي كده انك انت عايزه تاكليها وهي لسه نيه. زي ما انت شايفه، بعد ما خلصنا بنحطها بنقلبها. الجنب ده احمر، بنحمر الجنب التاني. شايفينها بنسيبها تتحمر يعني. تمام كده. بعد بقى ما حمرنا الجنبين، بنجيب الحله بتاعتنا. انت ممكن تحمريها في الحله عادي، وتاخدي بقى السمنه اللي انت عملتي فيها اللحمه، اللي انت حمرتي فيها اللحمه بالمستكه كده بتاعتها بحالها، وتروحي مخرطه بصلتين او فرماهم فرم نص ناعم يعني كده، وتحطي السمنه دي وتحطي عليها البصل، وتبداي تحمري البصل لحد ما لونه يبقى ايه، اللون اللي انت شايفاه ده بني فاتح شويه. وبعد كده بنجيب اللحمه بتاعتنا اللي احنا محمرينها ونحطها على البصل ونقلبها فيه. بنقلبها كده عشان خاطر ايه، تاخد وتدي يعني مع البصل. ونجيب بقى الايه التوابل بتاعتنا. احنا عباره عن دوت قرفه، وده ليمون لومي، ومعايا كمان حبهان، ولو عندك قرنفل حطي. ونقلب كل حاجه بنحطها، بنقلب كويس جدا عشان اللحمه تاخد وتدي معاه. وبتجيبي بقى من عند العطار حاجه اسمها بهارات كبسه، في بهارات كبسه بتاعت شركات، وفي بهارات كبسه بتيجي سايبه من عند العطار كده، بتجيبي ب5 جنيه. بتحطيهم على ايه، على الكيلو اللحمه او كيلو الكبسه يعني، تحطي البهارات وبرده بتقلبي تاني. بالمناسبه لو جبتي بهارات الكبسه وما عندكيش مثلا عيدان قرفه او ليمون لومي او حبهان او كده، مفيش مشكله. بهارات الكبسه بيبقى فيها كل الحاجات دي، بتبقى مطحونه، بس انا بحب يعني ايه احطها تاني يعني كتعود يعني. بعد كده ضربنا طماطمتين في الخلاط وحطيناهم مع اللحمه بتاعتنا، كل ده واللحمه على النار واحنا بنقلب ومعليين النار. ونجيب معلقتين صلصه ونحطهم برضو ونقلب. وده طبعا حاجه اختياري، انك انت بتحطي قرن شطه اخضر كده في الايه، في بحاله، بتغسليه وتقطعي البوز بتاعه وبتحطيه بحاله في الحل. ده بيدي انها ما بتبقاش يعني ما بتبقاش حاميه قوي، بتبقى متوسطه وبتعرفي تاكليها عادي. كده خلاص قلبنا لحد ما خدت ودت كلها مع بعضها. بنغلي بقى معانا كده شفشق ميه وبنحطه على اللحم. لازم الميه تبقى مغليه عشان اللحمه ما تجرمس. ما تحطيش ميه كده على طول من الحنفيه او من الازاز على طول، لازم تغلي الميه. خلاص بنبدأ برضو نقلب كده لحد ما ياخد ويدي، وبعدين نجيب الغطا ونغطي الحلة بتاعتنا ونسيبها بقى تغلي. بتاخد وقتها تبع سوى اللحمة، وزي ما قلت لك اللحمة لو من الموزة او من السن مش بتاخد وقت طويل، يعني ساعة ونص ساعتين كده بس. كل شوية تبصي عليها عشان لو المية قلت تسخني مية وتحطيها تاني. بعد حوالي ساعتين انا فتحت الحله لقيتها طبعا باللون دوت، عشان خاطر ايه الحاجات اللي انا حطاها. ببقى بقى جايبه معايا برضو كيلو رز بسمتي، بتبقي غسلاه وتنقعيه شويه حوالي ربع ساعه، او ممكن ما تنقعهوش، انتوا عارفين الرز البسمتي ممكن ما يتنقعش. ونجيبه ونحطه على اللحمه بالشوربه بتاعتنا، وبرضو نقلبه كويس جدا ونسيبه على البوتاجاز. اول ما يبدا يتشرب معانا ايه، اول ما يبدا يتشرب يعني نقلبه ونغطيه ونسيبه. اول ما يبدا يتشرب معانا بنبدا نهدي النار عليه. طبعا انت بتحطي الرز لما بتكون اللحمه دخلت على سوا خالص، عشان خاطر الرز ما يستويش واللحمه لسه. تمام كده. هنحطه ياخد بعد كده حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع وانت مهديه النار. بعد كده بنطلع الكبسه اللي انت شايفاها دي، اجمل كبسه، نتيجه ملهاش حل. طبق كده هيخلي الكل يسالك انت عملتيه ازاي. شايفين الجمال؟ ولو الفيديو عجبك اعملي لايك واشتركي في الصفحه بتاعتنا، واكتبي كده في الكومنتات لو عايزه اي نوع اكله تانية نعملها لكم ان شاء الله. دايما مع صفحه وصفاتي مع ريهام هتشوفي كل اسرار المطبخ. وبالهنا والشفا، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم.